صائد الأسود، أسد الله. القصة الحقيقية لأقوى فارس في مكة، وإزاي يتحول لدرع الإسلام الأول. النهاردة هنمشي سوا في رحلة بصرية من قلب الصحراء القاسية لغاية سدرة المنتهى. جاهز؟ في صحراء مكة القاسية البقاء دائما للأقوى، وحمزة بن عبد المطلب ما كانش مجرد راجل قوي، ده كان أسطورة ماشية على الأرض. اتربى في البادية، ركب الخيل، وصقلت مهاراته حرب الفجار لغاية ما بقى فارس ملوش مثيل. والرابطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش بس قرابة دم، دول رضعوا سوا من ثويبة، فبقوا إخوات في الرضاعة. كبروا ولعبوا مع بعض، وكانوا أقرب اتنين لبعض في مكة كلها. وفي الوقت اللي شباب قريش كانوا بيصطادوا فيه الغزلان للتسلية، حمزة كان شغفه مختلف تماما. كان بيخرج للصحراء لوحده، يطارد الأسود والوحوش الكسرة ويهزمها، لحد ما مكة كلها سمته صائد الأسود. وتمر الأيام والنبي بيبدأ دعوته، وفي يوم أبو جهل وقف عند جبل الصفا وشتم النبي وآذاه بأبشع الألفاظ. النبي بحكمته سكت ومشي، وأبو جهل راح يتفاخر في نادي قريش بغرور وكبرياء. لكن الكبرياء ما بيجلبش غير الخراب. جارية شافت الموقف كله، ولما رجع الأسد من صيده وقوسه على كتفه وقفته قالت له الجملة اللي غيرت مجرى التاريخ: لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد من أبي الحكم. الدم غلي في عروق صائد الأسود، دخل نادي قريش زي الإعصار، بيبصش يمين ولا شمال. وقف فوق راس أبو جهل وسط رجالته، وضربه بالقوس ضربة شجت راسه وسيلت دمه قدام سادة مكة كلهم. وصرخ فيهم بجملته الشهيرة اللي نزلت كالصاعقة: أتشتمه وأنا على دينه؟ أقول ما يقول، فردها علي إن استطعت. رجال بني مخزوم كشوا وخافوا، وأبو جهل اعترف بذله وخنوعه. لكن هنا بدأت المعركة الأشرس جوه نفس حمزة. رجع بيته وقعد في الضلمة، والشيطان بدأ يوسوس له: إزاي تسيب دين أجدادك في لحظة غضب؟ حمزة بيوصف الليلة دي ويقول: فبت بليلة لم أبت بمثلها من وسوسة الشيطان. ما لقاش ملجأ غير الكعبة، وقف ودعا ربه بصدق: اللهم إن كان هذا رشدا فاجعل تصديقه في قلبي. واستجاب ربنا، ونزلت السكينة، والصبح راح للنبي وإيمانه ثابت وراسخ كالجبال. ومن اللحظة دي المسلمين رفعوا راسهم في مكة. بإسلام حمزة وعمر بن الخطاب المعادلة اتقلبت تماما، والمسلمين اللي كانوا بيستخبوا خرجوا للنور بعزة وقوة، ومحدش تجرأ يمسهم. وبدأت صفحة جديدة مع الهجرة. حمزة كان أول قائد لسرية عسكرية في تاريخ الإسلام، وأول راية عقدت في الإسلام كانت من نصيبه هو. وفي غزوة بدر الكبرى حمزة كان أسطورة حية، ما كانش بيحارب بسيف واحد، ده كان بيقاتل بسيفين ويصول كالليث الغاضب، وأطاح برؤوس كبار الشرك زي عتبة بن ربيعة وطعيمة بن عدي. بعد بدر غزوة أحد ما كانتش مجرد معركة عادية لقريش، دي كانت رحلة صيد للراس حمزة. هند بنت عتبة وجبير بن مطعم جمعهم غل واحد: الانتقام من أسد الله. عقد الدم، الحرية مقابل رأس الأسد. قريش دورت على قاتل محترف، ولقوه وحشي، العبد الحبشي اللي ما بيخطئش تصويب حربته، ووعدوه بحريته لو خلص عليهم من حمزة. الأسود ما تموتش في مواجهة مباشرة، بتموت غدر. وحشي يستخبى ورا الصخور زي اللص مستني لحظة غفلة. وبيوصف حمزة في المعركة ويقول: كان يهد الناس بسيفه هدا لا يقوم له شيء. وفي عز المعركة اتكعبل حمزة في حفرة وانكشف ظهره اللحظة. هنا رمى وحشي حربته بكل غل، فاستقرت في أحشائه. وقع الجبل شهيدا وهو صائم، ليتوج للأبد بلقب سيد الشهداء. وهنا لازم نكشف الحقيقة التاريخية. قصة إن هند بنت عتبة شقت بطنه وأكلت كبده هي خرافة سينمائية، وسندها ضعيف تاريخيا.
الأرجح إن وحشي هو اللي بقر بطنه عشان ياخد دليل لسيده، وهند أسلمت بعد كده وحسن إسلامها، والنبي ما عاتبهاش أبدا. لما المعركة خلصت تفقد النبي الشهداء، ولما شاف جثمان عمه ممثلا به اعتصر الألم قلبه الشريف، وبكى بكاء شديدا وقال بدموع تفيض: رحمة الله عليك، كنت وصولا للرحم، فعولا للخيرات، وأسد رسوله. رحلة حمزة بتعلمنا إن الحق محتاج قوة تحميه، واللجوء لله وقت الحيرة هو طوق النجاة، ولازم نحقق في كل معلومة بنسمعها. الأبطال ما بيموتوش، بتخلدهم قصصهم. شاركونا في التعليقات، تحبوا قصة مين الحلقة الجاية؟ وما تنسوش تتابعوا صفحة نور ساينس AI. كل عام وأنتم بخير.